الدهون العاديه اللي عندنا في البيت دي، تمام، والواكس اللي هي الشمع. وبالتالي انا هقدر ان انا اخترع المقارنه يعني. اول حاجه الاستراكشر، احنا لسه متفقين ان النيوترال هي فيها 3 فاتي اسيد، اما بالنسبه للواكس هي فيها 1 فاتي اسيد. النيوترال معاها جليسرول لكن الواكس معاها الكحول، صح كده؟ النيوترال ممكن يكون سوليد، ممكن يكون ليكويد، وطبعا ليكويد بانواعه، يعني مش بس الزيت النبات اللي عندنا، لا ده ممكن يكون زيت بقى الكتان وزيت القطن وزيت الزيتون وزيت البتنجان ده، الصويا والحاجات الغريبه دي، صح كده؟ اما بالنسبه للواكس هو سوليد. خلاص. طيب عندي بقى حاجه، ان هو كان بي دايجستد في الجسم، يعني انت لو اخدت الزيت في انزيمات موجوده في جسمك تقدر ان هي تعمله دايجستد، لكن لو انت اكلت الشمع مش هيحصل له دايجستد، كان نوت دايجستد ان ايه، ان بادي يعني. خلاص، يبقى ده مقارنه بين النيوترال والواكس، هي مقارنه تافهه جدا.